السلام عليكم. من اول يوم ليها نشرت الفيديو ده واحنا طلعنا وقلنا لحضراتكم سرعه محاسبتها والقبض عليها، وده اللي حصل بعد بيان النيابه العامه بسرعه ضبطها واحضارها في تفاصيل كتيره في القصه، عشان كنا قلنا دي ما تستحقش لقب اب. وبالمناسبه في قصه معاها هتعرفوها خلال دقائق معدوده لواحد ما يستحقش لقب اب، عشان هو كمان جاب بنته واتجوزها لا وبقت حامل. فيا ترى المحكمه هتحكم عليه بايه؟ كان لازم تعرفوا الحكم. عشان كده هناخدكم لاول موضوع واللي الناس اتكلمت فيه وقالت هو ايه اللي حصل. ايه حكايه هبه البلوجر الشهيره؟ هي عملت ايه يا جماعه اللي كل الناس بتتكلم عليها؟ سريعا كده لو ما تعرفش احب اقول لك ان دي واحده صاحب القناه على اليوتيوب عامله يوميات هبه وموزيات ولا ما اعرفش اسمها ايه، جابت عيالها حطتهم جنبها وفضلت تتكلم على مواقف حصلت من ابنها الكبير مع بنتها، واللي هي ضد المواقف ديت، وجوزها اللي بقى طليقها ما خدش رد فعل كويس. عشان كده الولد ابنها حب يبص لها هي كمان ولما كانت بترضع بنتها. ده كان ملخص الفيديو اللي عملته، وطلعنا وقلنا يا جماعه الست دي حتى لو ده حصل لازم تتعاقب على الكلام اللي قالته عشان خاطر عيالها اللي بتوصمهم بالعار طول عمرهم، عشان الظاهر والباين من الفيديو اللي هي بتتاجر، اللي هي عايزه تعمل ريتش عشان يعود عليها بالفلوس، وده نهايته السجن. والكلام ما خدش كتير مننا عشان بعد الحلقه بدقايق او ممكن نقول ساعات النيابه العامه المصريه رصدت الفيديو بتاعها مع شكاوى عدد من المواطنين، بالاضافه ان في بلاغ اتقدم من المجلس القومي للامومه والطفوله بسرعه معاقبه او محاسبه هبه السيد صاحب قناه اليوتيوب دي، وبيقولوا اللي هي عملته ما ينفعش وضد معايير المجتمع، واللي عملته ده لازم تتعاقب بالمواد ديت اللي كانت محصلها العقوبه السجن 7 سنين. عشان كده النيابه العامه امرت بسرعه ضبط واحضار هبه، واللي خلال دقايق او ممكن نكون واحنا بتتفرجوا على الحلقه دي كانت قبض عليها فعلا، وهنطلع نقول لكم اعترافاتها الكامله. وده كان لازم نبينه لحضراتكم ونقول لكم اللي زي ما يكون حد بيعمل حاجة بيبقى فيه المجتمع بيرفضها. عندنا أجهزة نيابية وأجهزة أمنية هي كمان بتطلب نفس مطالبنا أو بتحقق مطالبنا وبتمنع يبقى فيه خلل في المجتمع بتاعنا. ده كان أول جزئية مش هنتكلم فيها كتير، بس خلونا في الأهم بقى. القصة اللي حصلت في الشرقية، في أحد القرى التابعة لمحافظة الشرقية كان في ست دخلت اسم الشرطة معاها بنت كده في حدود ال 18-19 سنة. الست طلبت مقابلة رئيس المباحث في أمر ضروري ومهم مش هتتكلم غير قدامه، وأول ما قابلته قالت له أنت الوحيد اللي هتجيب حق البنت دي، أنت الوحيد اللي هتقف جنبنا عشان بنتي من غير ظهر ولا سند، عشان الظهر بتاعنا هو اللي كسرنا وجاب لنا العار وخلى راسنا في الارض ولا عارفين نتكلم ولا نبوح لحد بالسر اللي جوانا. كلام زي ده بالنسبه لرئيس المباحث هيخليه يبتدي يتعاطف اولا لما يسمع ان القصه فيها عرض. عشان كده الست ابتدت تتكلم وتقول انا بنتي اللي قاعده قدامك حامل دلوقتي، وحامل مش غلطت مع واحد من الشارع ولا حاجة تانية، دي بنتي اتغصبت على اللي عملته من أبوها اللي اسمه سعد وعنده 37 سنة وشغال نجار. كان بيستغل عدم وجودي في البيت وبيجيب بنتي ويدخلها أوضة نومي وبيعملها كأنها مراته. الموضوع ده مش حصل مرة ولا 2 ولا 3 ولا 4، ده 5 مرات اللي اسمه جوزي عمل كده في بنتي، لدرجة ان البنت بقت حامل وانا مش عارف اعمل ايه بيه. البنت جات لي وبحت لي باللي قالته واللي حصل معاها بعد 5 مرات وبقت حامل. يا بيه لو الموضوع اقل من كده كنت هحط حاجة على بقي وهسكت وادفن راسي في الرمل وههرب انا وبنتي عشان محدش يعرف عننا، لكن بنتي دلوقتي بقت حامل، قول لي يا بيه هنتصرف ازاي؟ ده كان كلام الأم لرئيس المباحث اللي كان قاعد مش هنقول في ذهول عشان هو متعود على نوعيات وقصص أغرب من الخيال، بس خلونا نقول هو كان في حالة لما حد يكون ربنا مديك سلطة تقدر ترجع بيها حقوق الناس. دي كانت الحالة اللي بتوصف رئيس المباحث. أنا معايا سلطة فيها قيود مش سلطة مطلقة، بس لما أعرض على النيابة العامة حاجة زي دي أكيد مش هتتأخر، هتؤمر بسرعة ضبط وإحضار الأب
وده اللي عمله رئيس المباحث، سطر الكلام ده كله بتاع الام في محضر ما يخرش الميه، وتم عرضه على النيابه العامه اللي امرت بسرعه ضبط واحضار الاب، وجابوا الاب من قفاه زي ما بيتقال. ولما اتعرض على النيابه العامه عاش في دور المجنون، ابتدى يقول ما فيش الكلام ده، ابتدى يقول ما حصلش. ابتدوا يدوروا الام اللي غايبه عن بنتها كانت بتعمل مع مين كده، ده لو من اول يوم يا بيه كانت تقول انا استنت 5 مرات، ده على حسب كلامها بشهور كتير. يا بيه انا ما اعملش كده، دي بنتي ضنايا، هم عايزين يلبسوني، دي اخرة المتمة. الست عشان بتتخانق معايا على الزيت والسكر وعلى التموين تعمل معايا كده، دول هيلبسوني يا بيه. وعاش في دور ان بنته هي اللي غلط. ولما الفيصل ما بينهم هما الاتنين، الطب الشرعي اثبت ان فعلا اللي في بطن البنت دي ابنه، كانت هنا مفيش كلام يتقال. فعاش في دور المجنون، عمل نفسه مجنون زي ما بقول لحضراتكم كده، عشان برضو تم ايداعه في مستشفى الامراض العقليه. خلينا نشوف بقى حالتك للاخر، ما جايز تبقى مجنون فعلا. للاسف طلع بيمثل، وبعد 45 يوم تحت الملاحظه المحكمه اطلعت على التقرير وتم اثبات صحه قواه العقليه، ما فيهوش اي حاجه، سليم 100%. وده اللي خلى المحكمه، محكمه جنايات الشرقية، أصدرت حكمها العادل والرادع واللي لازم نقوله وننطقه بأحالته لفضيلة المفتي. ويوم 23 مايو الجاري سوف يتم التصديق على الحكم بعد الاطلاع على رأي المفتي. هو رأي المفتي أصلا استشاري، يعني كده كده خلاص اتحكم عليه بحبل عشماوي، ولازم كنا نقول الحكم عليه عشان النوعيات اللي زي دي لازم المجتمع بتاعنا يخلص منه. لازم المجتمع بتاعنا نبقى مجتمع شريف وعفيف ويتقي الله في أنفسنا الأول، عشان كل اللي بيحصل حوالينا من إيدينا مش بإيد حد تاني. لو انت حاسس بضيق وفقر وغلا هو من إيدينا. لو كل واحد فينا اجتهد واتمسك بكتاب الله وتمسك وعارف اللي احنا في اوقات بتمر علينا صعوبات، بس الاهم بالنسبه لي كتاب ربنا بيقول ايه، انا عامل اللي عليا ولا لا، ماشي على تعاليم ديني ولا لا، وبعد كده اخد بالاسباب. هو ده اللي محتاجينه، ومحتاجين نقف مع نفسنا يا جماعه. والله بعدنا عن ربنا هو اللي خلانا نشوف ام زي دي تطلع تقول على عيالها كلام زي ده، وخلانا نشوف واحد زي ده يعمل كده في بنته. قصص لو كانت اتحكت لنا من 10 سنين ما كناش نصدقها ولا نقول الهري ده ما فيش منه، لكن للاسف بقى موجود في ارض الواقع. وبقول للاسف عشان لما تحصل القصة ما بحبش اطلع اتكلم عليها، بحب نقول النهاية، ونهاية قصتنا كان لازم حكم المحكمة. وده دورنا اللي احنا نبين الحقائق للناس ونعرفهم اللي غلط بيتحاسب، واللي بيعمل حاجة زي دي بتبقى نهايته هو. وده بيخلق حاجة اسمها الردع العام في المجتمع، وده دورنا المكلفين بيه. ده اللي كنا حابين نقوله لحضراتكم. الحلقة النهاردة ممكن ما تعجبش ناس وتقول ايه اللي انت بتجيبه ده، بس زي ما بنبين في قصص بتحصل من ناس حوالينا، في قصص بتحصل بإيدينا من أقرب حد لينا، فكان لازم نقول لحضراتكم نهايتهم. كنت معاكم يونس محمد، أشوفكم على ألف خير. السلام عليكم.